ونروح نعمل فيديو عرض. اروح للديزاينز، اقول انا عايز اوفر. الاوفر هنا معتمد على صورة شخص مثلا. انا لو عملت ابلاي اول هيجيب لي الستة او الثمانية بيج ورا بعض. فلا، انا عايز بس اول واحدة دلوقتي. هشتغل على اول واحدة بدل ما هكتب سبيشال اوفر، هكتب له عرض. هكتب له خصم 50%. اخد بالي بقى من حاجة مهمة جدا. شايفين هنا خصم 50%؟ اتشقلبت وعربي مع انجليزي بقى، لا صعب قوي قوي قوي. فبنعمل ايه؟ لازم اخد بالي من الدايركشن، من اتجاه التكست. فهعمله على اليمين. طيب حاجة كمان، شايفين كلمة خصم هنا في حروف مسافة؟ يعني لا، في هنا حاجة مش مظبوطة. ايه بقى اللي مش مظبوط؟ انه لما كان انجليزي كان عامل سبيسز ما بين الحروف عشان يبقى الكلام مقروء وحلو. طيب احنا في العربي ما عندناش السبيس دي. يبقى هروح للسبيسنج، المسافات، وهقول له المسافة ما بين الحروف خليها لي مظبوطة. لا، ده انت خليها لي ضيقة، ده انت خليها لي واسعة قوي. شوف انت تصميمك وعينك جايبة لحد فين. طيب حلو قوي كده، مظبوط زي الفل. تعالى نغير الخط بتاعه مثلا، او العيد ناقصه ايه الاول. تعالى نغير عرض العيد ونخليها بمونستر، وهنا هنخليها بالخط ده مثلا، وهنا الكولكشن هو اللي عليه العرض. انا نقلل السبيس تاني. هحدد دي كلها واروح اقلل السبيس اخليها مظبوطه. عايزه الخصم دي اخليها مثلا بلون احمر. هروح العب في الخطوط، اختار اللون اللي انا عايزه. لا، الاحمر ده مش حلو. يبقى اختار من الوان الخطوط دي اللون اللي انا عايزه بالظبط، وابدا اتعامل. حلو قوي. ايه اللي حصل؟ بقى في فيديو، بقت صوره ورا وعليها التكست. طيب الصوره دي لا مش عجباني، يبقى هروح في الابلود، ارفع صوره المنتج بتاعي، التوتي باج الجميله بتاعتي، اشدها انقلها هنا. خلاص. تعالى مثلا ادي المنتج بتاعي اهو. لما ضغطت عليه نزل لي بالمنظر ده. الصور اللي دي عندك كده. نزل لي بالمنظر ده. هروح، تعالى ناخد صورة أحسن شوية، ناخد صورة دي. هروح أعمل إيه؟ كليك يمين، هقول له ريبليس الباك جراوند، انقله لي. يبقى هو الصورة بتاعتي هي الباك جراوند. طب الألوان لا مش متناسقة، يبقى أنا هاخد الخطوط بتاعتي كلها، أنا حددت عليهم كلهم، ورحت لألوان الخطوط وهخليها أسود عشان تبقى متناسقة. خليها بولد شوية عشان تبان، هكبر الخط شوية عشان أشوفه. الكلام دخل في بعضه. تعالى انقل لي دي فوق كده، وانقل لي دي تحت كده. الخصم هنخليه احمر، ونوزع الكلام مظبوط. فهروح للبوزيشن، السنتر، واظبط المسافات، واتاكد ان كل الكلام ده في النص. اتاكد من الجايد لاين اللي بتظهر دي ان كل الكلام ده في النص. كلام جميل. هاجي تحت، اخد كوبي من ده، انقله تحت، اصغر الخط، اكتب الموقع بتاعي دوت كوم. الموقع اتفقنا ان هو معلومات مكملة، فبنعمله بخط اصغر جدا جدا، صح؟ مش للدرجة دي. أكبر الخط لحد ما اوصل للنتيجة اللي انا شايفها مناسبة. الموقع دايما ما بيتعملش بولد، بيتعمل بخط رفيع. عايزة اجود، يبقى هروح للإليمنت واكتب له انا عايزة إليمنت ويب سايت ايكون من باب التجويد، وهقوم مصغراه ونقلاه جنب الويب سايت بتاعي. طب الصورة حلوة بس لا يعني فيها، محتاجة تتظبط. اضغط عليها دبل كليك واكبرها شوية. خلصت الصورة واتعملت وعملت عرض العيد.